مساء الخير على حضراتكم. النهارده معانا شركه كبيره جدا، شركه تاج مصر. اكيد طبعا كلكم سمعتوا عنها. اهلا بيكي، ازيك؟ اهلا بيكي يا مستر ايميل، اخبارك ايه؟ تمام، نشكر ربنا. ممكن تعرفينا عليكي؟ انا خلود برج، دايركت سيلز من شركه تاج مصر. ممكن تعرفينا مين هي تاج مصر؟ شركه تاج مصر واحده من اكبر الشركات الموجوده حاليا في السوق العقاري في العاصمه الاداريه بالاخص. ان احنا نزلنا من 5 سنين بس عملنا اكتر من 9 مشاريع. تمام. ال9 مشاريع منهم 8 في العاصمه الاداريه ومشروع في الشيخ زايد الجديده، ده مشروع سكني. احنا النهارده اصلا كنا عايزينك تيجي تقعدي معانا عشان خاطر المشروعين بتوعك الجداد، تاج تاور 2 قدام البرج الايقوني والديجويا 4. بس قبل ما نتكلم عن المشروعين الجداد دول واللونش بتاعهم والاسعار والمساحات ومين الاستشاري الهندسي والوضع اللي احنا بنعرف فيه كل المشروع، محتاجينك تعرفينا مشاريع الشركه بالترتيب. يعني انتوا بداتوا بالديجويا 1، اخدتوها في سنه ايه والمساحه كانت قد ايه انجزتوها في قد ايه؟ لان انتوا شركه بسم الله ما شاء الله عليكم، يعني في مشروع عندكم تقريبا طلعتوه في 6-7 شهور بالظبط. فمحتاجينك تدينا بس فكره عن الهيستوري بتاعكم في الانشاءات عامل ازاي. طيب انا نزلت في 2020 كشركه تطوير عقاري باسم شركه تاج مصر. قبل ما اكون شركه تاج مصر اصلا انا شركه ايه؟ انا المصريه الدوليه للانشاءات، دي الماذر كامباني بتاعتي، موجوده في السوق من 2006. تمام. صاحب الشركه دي باشمهندس مصطفى خليل. طيب الشركه دي عملت ايه قبل ما تبدا كشركه تطوير عقاري؟ عندها اكتر من شركه بتندرج تحتها. زي ايه؟ زي شركه برايم لاداره المشروعات، دي بتسيرف عليا كشركه اداره وتشغيل المشروعات بتاعتي كلها. تمام. عندي شركه لون ستار بتبني لي ابراج في دوله قطر. عندي شركه المصريه للخدمات الفندقيه، المتحده للاستثمار الزراعي، ودي بتعمل لي كل اللاندسكيب والووتر فيتشر في الكومباوندز بتاعتي والمشاريع. تمام. وعندي شركه سناب للتشطيبات. سناب للتشطيبات دي بتشطب لي كل المشاريع بتاعتكم انتوا؟ دي بتاعتنا احنا، كل المشروعات دي تبع شركه المصريه الدوليه للانشاءات، هي الماذر كامباني بتاعتي. حلو جدا. اوكي. طيب وعندي شركه ايه كمان؟ عندي شركه تاج مصر. تاج مصر اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي. طيب في خلال الفتره دي قبل ما ابدا كمطور عقاري عملت ايه؟ عملت كونستراكشن في شرق القاهره وغرب القاهره، زي كومباوند يار مخابرات العامه، كومباوند ادرس وكومباوند جرينز في الشيخ زايد والمدرسه الامريكيه في الشيخ زايد. عملت المركز الرئيسي لبنك بلوم. دخلت العاصمه الاداريه وعملت اكتر من 45 برج تجاري واداري وسكني. تمام. مع هيئه المجتمعات العمرانيه في الار 1 والار 3 والار 5. بعد كده لقيت ان انا عندي كل حاجه تسيرف عليا في القطاع العقاري، من شركه كونستراكشن انا اللي ببني لنفسي، شركه اداره وتشغيل، شركه سناب للتشطيبات اللي بتشطب لي، عندي شركه المتحده للاستثمار الزراعي بتعمل لي لاندسكيب، عندي ملاءه ماليه اوريدي تخليني انزل كمطور عقاري. ففكرت ان انا ليه ما انزلش كمطور عقاري. حلو. فنزلت كمطور عقاري 2020 باسم ايه؟ باسم شركه تاج مصر. تاج مصر. اوكي. فمن هنا بدات القصه. نزلنا في اول حاجه في العاصمه الاداريه في الار 8 ديجويا 1. ايوه انا فاكره. نزلنا بكومباوند 23 فدان جنب حي السفارات على الممشى السياحي، بنيته وخلصته قبل ميعاد تسليمي اصلا بسنه. تمام. من سنه لسنه ونص. اوكي. بعد كده نزلت باكستنشن عشان بعت ديجويا 1 في فتره قليله جدا 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 وخلص عندي، كان فول كاباسيتي خلاص. فنزلت بديجويا 2، ده كان اكستنشن لديجويا 1 برضو اتباع بفتره قليله جدا جدا. تمام. نزلنا بعد كده بالديجويا 3 في الار 7. لما طلعت من الار 8 رحت الار 7. ديجويا 3 ده اللي كان حكايه. يعني كان سرعه انشاءات رهيبه. هو اوريدي دلوقتي فول كونستراكشن. فخلصته برضو. وعندي دلوقتي في عندكم عملاء استلمت كتير. احنا كله استلمت. انت لو دخلت الكومباوندز عندنا دلوقتي هتلاقي التكييفات متركبه هناك. ايوه. والناس مشطبه عاملين شاترز اللي هي محطوطه بتحجب التراب والحاجات. والمول كمان عندكم. والمول خلاص قفلته جاهز بالظبط كده، خلاص بيشطبوا في الواجهات بتاعته فعلا. هو ده اول كومباوند هيعيش عندي. يعني بنتكلم ان احنا ممكن السنه الجايه ان شاء الله يكون الكومباوند عايش. انا عندي عملاء استلموا في ديجويا 1 وشطبوا والشقه بتاعتهم جاهزه، بس لسه برضو في وقت ان هم يقدروا يسكنوا فيه. هي في فكره حلوه قوي في العاصمه، فكره التشطيب اللي هي ايه بقى؟ ان انت لازم بعد 6 شهور من استلامك تشطب. فالنهارده انت لما هتيجي تسكن اوريدي الكومباوند كله هيكون متشطب، لان كل العملاء اللي استلمت هي شطبت. فانت مش هتلاقي حد جنبك بيكسر بيشطب بيعمل اي حاجه. لا للامانه احنا لما جينا كان عملاء عندي اشتروا في جي 1 واتاخروا في وقت التشطيب دوت. الشركه كان عندها فلكسبيليتي في الموضوع. يعني كان في غرامات، بس قال لك انتوا بس عشان خاطر كان في ظروف كذا وكذا وكذا فتستاهلوا مع العملاء بصراحه. طبعا بتبقى في مرونه، ما بتكونش الدنيا صارمه قوي يعني. لان كده اصلا العميل هيشطب ولسه قدامه شويه وقت برضه على ما يعرف يسكن. مزبوط. عشان خاطر الخدمات كانت في جي 1 لسه ما اشتغلتش. صح.
طيب جي 3 الخدمات فيها اشتغلت ولا لسه؟ لا لسه، يعني احنا لو دخلنا الكومباوند دلوقتي هنلاقي ان احنا حافرين، وعلى اول الكومباوند من بره حافرين علشان ندخل مرافق على طول. وانس ان احنا ندخل مرافق الكومباوند ساكن خلاص، عامل لاندسكيب تقريبا امتى؟ لان ده سؤال بيتسال لنا من كل العملاء. طب انا دلوقتي لو اشتريت في العاصمه انا هعرف اسكن امتى؟ ده قدامي ولا 10 سنين؟ هم طبعا بيبقوا واخدين على الكلام اللي بيتقال على السوشيال ميديا وعلى الحرب اللي بتحصل على مصر في القطاع العقاري. طبعا الكومباوند خلصان، بس هو يقدر يسكن امتى؟ دي نقطه مهمه قوي. طيب هيقدر يسكن امتى؟ احنا بنتكلم ان دلوقتي مثلا لو الكومباوند خلصان والمرافق لسه ما دخلتش فهو مش هيقدر يسكن. طب المرافق هتخش امتى؟ الدوله اوريدي بتقوم العاصمه الاداريه، ما تنساش ان دي اول مرحله. فالنهارده الدوله قومت لي الحي الوزاري والحكومي. فالنهارده عملت ايه؟ قومت الار 3 عشان الناس اللي ساكنه في الار 3 هي الناس الموظفين الموجودين في الحي المالي والحكومي. تمام. فهتبدا تعمل ايه؟ هتبدا تقوم المناطق اللي نزلت بعد كده. يعني انا نزلت من R1 ل R6 تابعين لهيئه المجتمعات العمرانيه. بعد كده طرحت الR 7 والمستثمرين والR 8. فهتبدا بشكل كبير تقوم المستثمرين، بعد كده الR 7، بعد كده الR 8. هو الR 3 عدد كبير جدا ساكن فيها. مظبوط. والمدارس اللي فيها كلها معظمها تقريبا شغاله، والجامعات كمان شغاله. الجامعات شغاله هناك. احنا لو دخلنا الار 3 هنلاقي اوريدي في ناس ساكنه دلوقتي، واطفال بتلعب في الشوارع وغسيل منشور وكل حاجه. ده حقيقي. وناس طالعه من المساجد. لا هنلاقي كل حاجه طبعا. ده حقيقي. لان الناس اللي ساكنه هناك، انا عندي اصحابي والدها مثلا ووالدتها شغالين في الحي الوزاري، فاوريدي هم هناك دلوقتي في العاصمه الاداريه. طب سؤال تاني، الخطه عندكم ان انتوا تخلصوا السكني الاول ولا المولات بتاعه السكني؟ يعني انا شايف المولات بتاعه الثري كومباوندز بتاعتكم تقريبا خلصانين وبتشطبوا في الواجهات. مظبوط. فالخطه بتاعه التشغيل بتاعه التجاري عندكم مرتبينها على امتى؟ بس بنسبه كبيره انا عايزه اشغل الاثنين مع بعض. ليه بقى؟ لان انت النهارده مش في الاول، لا انت في الار 7، مش في اول العاصمه. فانت لما تيجي تسكن تلاقي في فاسيلتيز حواليك، تلاقي في حاجات بتسيرف عليك. فالمول النهارده لازم يقوم مع الكومباوند. فاحنا لو دخلنا الديجويا 3 دلوقتي هلاقي اوريدي المول بتاعي مقفله الواجهات بتاعته خلاص. تمام. فانت بتتكلم في ايه؟ بتتكلم ان انت هتسكن ان شاء الله هتلاقي البراندات كلها جايه في المول معاك، بحيث ان انت ده يسيرف على ده طول الوقت. شركه التشغيل بتاعتكم هي المسؤوله عن البراندات ولا هي المسؤوله عن البراندات؟ احنا عندنا شركه برايم، دي اللي اداره المشروعات، هي اللي هتمسك لي 9 مشاريع بتوعي ان شاء الله، المشاريع اللي جايه كلها. تعاقدتوا مع براندات معينه ولا لسه مش متاح ان تقولي؟ لسه ما تعاقدناش لحد دلوقتي. طيب ممكن نتكلم برضو عن تاج تاور 1 او المشاريع التجاريه بتاعتكم؟ مظبوط. احنا بعد ما خلصنا جي 3 نزلنا بعد كده ازدان مول، ده في التنازه والتسوق، ونزلنا بعد كده بتاج تاور 1. ده قطعه ارض رقم 1 على محور بن زايد الشمالي قدام البرج الايقوني على طول. بتتكلم النهارده عن ناطحه سحاب 58 دور. اوكي. تجاري واداري. تمام. تقريبا كانت 46 في الاول ما بدأت. احنا كنا ما كناش عدد الادوار دي، خدنا تراخيص وخدنا ادوار تعليه، بقينا النهارده 58 دور. اوكي. ده بصي انا برضو شايف ان الابراج اللي حواليكم طلع فيها انشاءات اكتر منكم بكتير. مظبوط. وعلى عكس اللي متعودينه من تاج مصر ان انتوا انشاءاتكم سريعه. تاج تاور الدنيا فيه ليه مش بنفس السرعه؟ تاج تاور انا النهارده حفرت 6 ادوار تحت الارض، لما خدت تعليه زودت حفر الادوار فبقيت 6 ادوار، عالجت التربه ونزلت بال6 ادوار. النهارده انا خلصتهم كونستراكشن، وان شاء الله الفتره الجايه هكون على سطح الارض. طب ايه اللي اخرني فكره ان انا طلعت بادوار تعليه. لو كنت اوريدي بنيت ما كنتش هعرف اخد ادوار تعليه. النهارده التاورز اللي جنبي اللي اوريدي طالعه هي وقفت عن سقف السعر بتاعها او سقف التعليه بتاعها. انا النهارده العميل اللي كان شاري معايا في الدور ال 42 وال 45 زودت سقف سعره. بمعنى ايه؟ بمعنى النهارده انت كنت شاري حاجه في الدور ال 45 مثلا ب 3 مليون، النهارده انا عندي حاجات في الدور ال 50 و 51 ب 7 و8 و 9 مليون. تمام. فانت النهارده سعر الديونت بتاعتك في الادوار اللي تحت زاد لما زودت انا الادوار التعليه دي. اكيد. فده كسب معايا الكلاينت اللي اوريدي شاري ما خسرهوش. احنا كمان كنا عايزين نسال على ازدان مول. مواصفاته ايه؟ طيب لما جيت انزل بص، تاج مصر دايما هتسمع اسمها تعرف ان في برايم لوكيشن جاي على طول. تمام. فلما جيت اختار الداون تاون 1364 فدان، اخترت منها المنطقه المميزه وهي التنزه والتسوق. قطعه الارض دي او المنطقه دي هي 10 قطع اراضي فقط، قدام البرج الايقوني، قدام المونوريل، في ظهرك الداون تاون على طول.
تمام، اللي هي منطقه وسط البلد الجديده بتاعه العاصمه الاداريه. فعملت ايه؟ نزلت في منطقه التنازل والتسوق. ليه؟ لان المنطقه دي بتتخصص بعاملين مهمين قوي: الندره والتخصص. يعني ايه الندره؟ ان هي مش هتزيد عن 10 قطع اراضي، لا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت. فانت اليونت بتاعتك او البرودكت اللي انت بتقدمه مش موجود كتير. تمام. طيب نزلت بايه تاني؟ نزلت بعامل التخصص. ال10 قطع اراضي كلهم تجاري. طول ما انت متخصص في حاجه بيكون الفاليو بتاعتك عاليه طبعا. تمام. ده غير ان انا بقى موجوده في وش فندق الماسة على طول. فندق الماسة اوريدي شغال بقاله سنين. تمام. فانت النهارده موجود في منطقه في وشك فندق الماسة. وصلتوا فيه الانشاءات قد ايه؟ احنا فول كونستراكشن دلوقتي، خلاص خلصنا وقفلنا واجهات وعملنا كل حاجه. احنا دائما بنقول في كل فيديوهاتنا على الصفحه ان اللوكيشن دائما ملك. الاسعار بتتغير، التشطيب ممكن يتغير، اي حاجه ممكن تتغير، المساحه نفسها ممكن اكبر المساحه. يعني ممكن اخد وحده جنبي واكبر المساحه، ممكن ابيع المساحه بتاعتي واخد مساحه اصغر. لكن اللوكيشن ده اهم حاجه صح. في اختيار الوحده. بص، هو بيكون باكج. انا بشتري باكج، بشتري مطور، بشتري سابقه اعمال، بشتري استشاري هندسي، بشتري لوكيشن، بشتري فتره سداد مريحه ومرنه، بشتري كل حاجه. ما ينفعش ادور على حاجه واسيب حاجه. لازم بشتري كله مع بعض. فلازم طبعا رقم واحد اللوكيشن. انا النهارده لو بشتري محل تجاري، اهم حاجه عندي ايه؟ يعني يبقى في كاباسيتي، في عندي حاجتين ثابتين: عميل ثابت وعميل متغير. ما ينفعش ادور على عميل ثابت بس ساكن عندي. لاند مارك يكون جنبي، دي بتفرق معايا كتير جدا. بالظبط، لاند مارك وعميل ثابت وعميل متغير لازم يكونوا الثلاثه موجودين. طبعا. فلا يعني اللوكيشن طبعا رقم واحد. انت النهارده تاج مصر برايم لوكيشن على طول. تمام. بصي، احنا ده اهم جزء عندنا في الفيديو. دي جويا 4 وتاج تاور 2. محتاجين بقى التفاصيل. محتاجين العميل لما يتفرج معانا على الفيديو يبقى فعليا عارف يعني ايه جويا 4 وايه موقعها، مين الاستشاري الهندسي، ايه البنفيتس اللي في جويا 4 عن المشاريع اللي حواليها. وتاج تاور 2 برضو نفس الوضع. فممكن تكلمي عليهم بعد اذنك؟ طيب خليني برضه اخدها لك بالترتيب. ان احنا بعد ما خلصنا رحنا الشيخ زايد، نزلنا بكومباوند 144 فدان على طريق اسكندريه الصحراوي قدام مطار سفنكس. كان جنب صادق وجنب المراسم واعمار كل الناس بيج نيمز دي. اوكي. فرجعت العاصمه الاداريه، خدت قطعتين ارض 35 فدان و35 فدان، كي 2 وكي 3. تمام. قطعتين الارض دول كانوا في الار 8. فالنهارده لقيت ان انا لو نزلت ب 35 فدان تاج مصر ما ينفعش تبقى راجعه من كومباوند 144 فدان وتنزل ب 35 فدان بس. انا خدت الاثنين عشان ما يبقاش جنبي اي كومباوند تاني سور بسور معايا، ابقى انا اللي سور بسور مع نفسي. تمام. فعملت لهم قرار ضم ونزلت بكومباوند 70 فدان دي جويا فوق. كل ما الكومباوند بيكبر كل ما خدماته بتكتر بالظبط، ويبقى افضل للعميل، كل بيبقى ما انتجريتد اكتر. كل ما بعرف كمان اعمل له لاندسكيب حلوه، اعمل له ووتر فيتش، اعمل له ماستر بلان كويسه. اوكي. تمام. فالنهارده لما نزلت ب 144 فدان في الشيخ زايد الجديده، لقيت ان انا عرفت اطلع الماستر بلان اللي انا عايزها. اوريدي الماستر بلان بتاعتنا في الشيخ زايد من افضل الماستر بلانز الموجوده في الشيخ زايد. طيب لما رجعت العاصمه الاداريه في الجي 4 اخترت برضو ان انزل بماستر بلان كبيره او بمساحه كومباوند كبيره عشان اعمل ماستر بلان اللي انا حاببها. تمام. فنزلت ب 70 فدان في الار 8. نزلت برضو على المحور المركزي، ما رضيتش اخد قطعه ارض في وسط الار 8، لا خدت على المحور المركزي على طول زي ما قلت لك برايم لوكيشن. طيب جنبي ايه؟ جنبي جامعه انترناشونال، جنبي اوتيل، وجنبي منطقه خدمات. فاصبح ان انا الكومباوند بتاعي قطعه ارض مميزه، ما فيش اي كومباوند تاني سور بسور معايا. يعني الفاسيلتيز جوه المشروع نفسه. طيب انا ال 70 فدان دول عملت فيهم ايه؟ هم عباره عن شقق ودبلكسات. تمام. عملت كلاب هاوس، عملت ملعب بادل وملعب كوره. النسبه البنائيه عندي هي 19%. فانت هتلاقي الانشاءات اصلا او البيلدينجز قليله قوي، والباقي كله لاندسكيب ووتر فيتش. عندي 11 سويمنج بول. تمام. فانت النهارده بتتكلم ان العماره او البيلدينج هو سويمنج بول فعلا ولا رسم مش هيتنفذ؟ لا سويمنج بول. اوكي. سويمنج بول. تمام. فانت النهارده بتتكلم في ايه؟ ان انا عندي مساحه كبيره قوي عليها عدد البيلدينجز بتاعتي قليله. بلس كمان ان انت عندك حاجه مهمه قوي، انت لو جايب لي شقه حلوه قوي وتشطيبها حلو ومساحتها حلوه وبحري وكل حاجه، بس البيلدينج او العماره اللي قدامي هي سور بسور معايا او جرحالي بشكل كبير، انا مش هشتريها. فعملنا النسبه ما بين كل عماره والتانيه، اقل مسافه هي 25 متر. من 25 ل 50 ل 60 ل 130 متر. ده مسافه تحفه جدا. طبعا. ده عملته ليه؟ بسبب ان انا في الكومباوند في الشيخ زايد برضه عملت مسافات كبيره نقدر نشوف ده في الشيخ زايد. فالنهارده انا نزلت بنفس
السبيكس بتاعتي والكونسبت بتاعي في العاصمه الاداريه في الجي اف او. نطلع بقى على تاش تاور 2. ممكن تقول لنا كده ايه الجديد فيه؟ طيب خليني اقول لك ان تاش تاور 1 كان 8000 متر، طيب مساحته حلو. ممكن نقارن ما بين الاثنين برضه عشان نبقى فاهمين الوضع بالظبط. انا تاش تاور 1 كان 8000 متر، النهارده نزلت بتاش تاور 2 14170 متر، يعني 2 فدان فدان تقريبا. 2 فدان تقريبا بالظبط. لا اكتر من 2 فدان. لا ده بنتكلم في 3 فدان تقريبا. 3 فدان وكسور كمان. 3 فدان وشويه. فانت النهارده نزلت بمساحه ارض تقريبا ضعف المساحه اللي عندك او مره ونص زيها. تمام. خدنا برضو ارتفاع 58 دور، فبقى الاثنين عندي نفس الارتفاع. بس ده انا عملت فيه حاجه مختلفه، زودت فيه كلانكس تجميل واسنان. ممتاز. يعني ممتاز. مش جراحه، هي كلانكس تجميل اللي هو الحاجات الخفيفه دي. اوكي، فدي زودتها في تاش تاور 2. طيب عندي ايه كمان؟ انا عملت 11 دور كوميرشال من الارضي للسادس كوميرشال، وخدت 4 ادوار الاخرانيين خالص عملتهم كوميرشال برضه. 55 56 57 58. اوكي. انت عندك ال 11 دور 58 ده على بعضه زي تاج تاور 1 ولا بالظبط ولا متقسم؟ يعني ايه؟ احنا لما كان تاج تاور 1 46 دور كان مطروح ان يبقى فيه مطعم فوق على مساحه 1200 متر. انت عندك كله 58 دور. الكوميرشال بالادمنز بالكلينكس بالكوميرشال اللي فوق. كمان ان انا عندي في الدور من الارضي لحد الثالث هو معمول على مساحه 45% من قيمه الارض، دي هتكون افريج 7000 متر او 6000 وكسور. تمام. دي هتكون بوديوم دي مساحات كبيره، تكون فود كورت وشوبس عادي ريتيل و اوت دور اريا ودايننج اوت كافيه والحاجات دي كلها. اوكي. بعد كده طلعت مساحه 15% من قطعه الارض بتاعتي اللي هو بنتكلم في افريج 4000 وشويه. تمام. هتكون باقي التاور لحد الدور ال 58، دي هتكون باقي الدور الرابع الخامس السادس كوميرشال برضو. تمام. وبعد كده الادمنز والكلينكس لسه مش بتحدد الادمنز اي دور والكلينكس اي دور، بس هو باقي التاور. كمان ان انا عملت الدور الثالث هو مساحه كبيره جانجل اريا زي ما شفنا في تاج تاور 1 برضه، مساحه مفتوحه، دي بتكون الفود كورت، دي بتاد فاليو قوي للتاور بتاعي. زي ايه؟ ان انا النهارده قدام البرج الايقوني ما ينفعش اسيب الحته زي دي ما استغلهاش. انت النهارده يكون عندك كل الاحتفالات في البرج الايقوني، فعملت جانجل اريا او مساحه مفتوحه فود كورت كبيره، تكون قاعد في التاور وبتتفرج على الاحتفالات اللي فوق دي. فاهم؟ فدي بتاد فاليو قوي للتاور عندي. خليني اقول لك برضو ان التاج تاور 1 كان كل الكلاينتس اللي عايزين بيشتروا في الارضي، بيشتروا في الدور الثالث بسبب الجانجل اريا، فدي كانت حلوه جدا. فانا عملت برضو نفس الكونسبت عندي في تاج تاور 2. ده فكر ممتاز جدا. بالظبط، فكر ممتاز جدا. انا اظن دوت يعني مدي فاليو حلو جدا للعميل طبعا. يعني تقريبا يبقى افتتاحه على امتى؟ والله بس احنا دلوقتي بنكولكت اي ناخد 50,000 للمكاتب الاداريه و100,000 للمحلات التجاريه. اوكي. متوقع مثلا 2-3 ونبدا نسكن ان شاء الله. طب على خير ان شاء الله. وبخصوص اللوكيشن بتاع تاج تاور 2 فينه بالظبط؟ بص احنا قطعه الارض اللي جنب تاج تاور 1 بالظبط هي CN15. قطعه الارض على محور بن زايد الشمالي دايركت، على قدامها محطه المونوريل وقدام البرج الايقوني على طول. بتكلم ان انت فاصل ما بينك وبين البرج الايقوني محور بن زايد الشمالي، طريق عرضه تقريبا 124. يعني البرجين جنب بعض على طول، في وش بعض على طول. انت واقف في ظهرك تاج تاور، في وشك البرج الايقوني. اوكي. فانت في المنطقه بتاعت ناطحات السحاب. اوكي. خليني اقول لك برضو كان في سبوت كبير قوي في الاحتفالات اللي فاتت بتاعت المتحف الكبير على العاصمه الاداريه، فالمنطقه دي بشكل كبير قوي هتبان في كل الاحتفالات الفتره اللي جايه. اكيد هي بصي اتجاه الدوله اصلا ان العاصمه تفتتح كلها، تبقى خلاص الجزء المرحله الاولى يبقى شغال كله 2030. صح. وهي ده مستقبل مصر، لان فعليا احنا لو قعدنا نحسب افضل تخطيط مدينه في مصر في الوقت الحالي. بنية تحتية، خدمات، كل حاجة موجودة فيها. كل حاجة موجودة فيها. الدولة اوريدي بتفكر في المدن الجديدة دلوقتي. عندك الشيخ زايد، العلمين الجديدة، العاصمة الإدارية، توجه دولة وبدأ إن هي تقومها بشكل كبير، والسكان كلها الفترة اللي جاية هيتجهوا للمناطق دي. اوريدي متجهين من دلوقتي، بس الفترة الجاية هيبقى عندنا فكرة من بدري ومنتظرين بقى ياخدوا الريزلتس بتاعت الانفست بتاعهم، وان شاء الله في القريب العاجل هيبداوا يحسوا هي بس في فكره تخوف شويه
في ناس شويه متخوفه من المدن الجديده، بس اللي بينزل فعلا المدن الجديده دلوقتي هو بينبهر لما يشوف البرج الايقوني، حي الوزارات. النهارده الموظفين شغالين في الوزارات شغالين بشكل في الوزارات. تجريبي، يعني انت كل الزحمه اللي في العاصمه دي بشكل تجريبي بس من 20 ل 30% تقريبا، مش بشكل كلي. فلا طبعا شغالين، والبنك المركزي شغال، كل الوزارات دلوقتي شغاله. هي مدن الجيل الرابع احنا حتى اتكلمنا عليها قبل كده في فيديو. لا هو اتجاه الدوله، واحنا عندنا صحراء كتير، صح، فعايزين نستغل الصحراء دي ونعملها حاجه تليق بمصر. صح، فالعاصمه فعليا هي تليق بمصر. صح، وان شاء الله تفتتح جزئيا. انا ما اظنش ان العاصمه هتفتح كلها مره واحده. لا. مش حاجه زي المتحف كده تتفتح مره واحده. لا مش لا يفتحوا جزء في جزء في جزء في جزء، والموضوع شغالين فيه واحده واحده في الوقت الحالي. احنا شاكرين ليكي جدا، وجودك نورنا وشرفنا. لو في اي حد عنده اي سؤال او عنده اي استفسار عن تاج مصر في اي مشروع، كلمونا والفريق هيتصل بيكم وهيعرفكم كل التفاصيل.